السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اهلا وسهلا بكم فيديو جديد. حبايبي اليوم الفيديو راح يكون او الوصفه راح تكون حلا بسيط من المطبخ المصري، حلا ام علي. حبايبي انا راح اسويها يعني بطريقه قريبه للمطبخ العراقي. زين عيني. فاول شيء راح نحتاجه نحتاج الكرواسون. الكرواسون اذا عندنا، او نحتاج اذا كان عندنا الكاهي العراقي الموجود هم يرهم بهاي الوصفه، ويرهم التوست، ويرهم كذلك الكعك. والعجينه الباث باستري يعني هاي جاهزه، واللي احنا نسويها بالفرن. بس انا اليوم حبيت اسويها بالكرواسون. حباب الكرواسون قطعته بهاي الطريقه واريد احمصه، وراح اضيف عليه قليل من الحليب المكثف، وادخله للفرن. هذا اول شيء اللي راح احضره. بعدين احضر وياه، يعني من ما ادخل هذا للفرن يتحمص الكرواسون، احضر وياها الحليب، تقريبا نصف لتر حليب، يعني على حسب ال الكرواسون او الكعك اللي موجود او التوست اللي عندك، لان هذا يشرب مي، يعني يشرب الكرواسون يشرب المي. فنخلي نص لتر حليب، ونخلي لها الفانيلا. شو تريدون؟ اي مطيبات، فانيلا او الهيل، اي شيء اللي تحبوه يعني انتو خلوه. ونحليه باي شيء ثاني تريدون تحلونه بالحليب المكثف. انا راح احليه بالعسل. الحلاهم يبقى على الذوق مالتكم. حبايبي هسه هاني راح اخلي الكرواسون احمصه بالفرن، وخلي الحليب يغلي وارجع لكم. حبايبي وهذا هسه طلعناه من الفرن. الكرواسون بعد ما حمصناه، بعد ما حمصنا الكرواسون راح نجيب الحليب اللي غليناه، وراح بسم الله الرحمن الرحيم راح نخليه فوق ترى هو مو هواية، لأن هذا كله راح يشربه، احنا نريد يصير لينة، راح نخليه كله. بعد ما شربناه اكو خطوة المفروض احنا نسويها، نخلي الدارسين او القرفة، ونخلي اي مكسرات تحبون. هذا الكشمش خليه وياها، ونخلي اللي بجوز كسروه. حبايبي نخلي اللي بجوز، وخلينا الكشمش، وهسه بقى شغله واحده المبروش جوز الهند. هاي اي نوع مكسرات يحب يعني تحبون تخلوه انتو خلوه. حبايبي المفروض الحليب يكون يعني يغطيها، يعني بهالطريقه يتساوى وياها الحليب، يعني لا تقولون الكميه هواي، هاي كلها هسه يشربها. ايش راح نخلي على الوجه على مود ندخلها للفرن؟ عندنا القشطة ونخلي وياها قليل خلي شوية قليل حليب مكثف. خلينا ويا القشطة الحليب المكثف. حبايبي نخلطها. القشطة أي نوع تحبون، يعني الجامر اللي تحبونه أي نوعية خلوه يعني يرهمس. هسه ايش راح نخليه؟ راح نخليها هاي، يعني لا تديرون بال، هي راح بالنار كلها تنفرش.
عود الوجه يتحمر. حتى إذا ما فرشتوها هي بالنار راح كلها تنفرش تموع القشطة. فحبايبي راح اخليها على الفرن بس يعني الوسط، وبس الفوق نشغلها على درجة 180 ونشوف ايش قد راح تاخذ، ومن تطلع راح اشوفكم اياها. حبايبي طلعناها من الفرن، اخذت تقريبا 20 دقيقة بس من الرف العلوي. حبايبي بس اكو ملاحظة بسيطة حبيت انوه عنها، مثل ما عرفتوا بداية الفيديو انه لازم يكون الحليب مغطي كل الكرواسون على مود تكون الكرواسون يكون لين. وحبايبي راح اخذ قطعة، شوفوها شوفوا شلون لينة وحلوة، طبعا هي تنوكل حارة. شوفوا الطبقات شلون لينة وحلوة. حبايبي انصحكم بتجربة هذا الحلا لان فعلا طيب وراح يعجبكم ان شاء الله. هذا حلا اليوم مالتنا من المطبخ المصري، اتمنى يعجبكم الطبق، واتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات، وفضلا وليس امرا. شكرا جزيلا.